متابعي ومستمعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 من قمشلو من بوير اف ام. يسعد لي مساكم مثل ما وعدناكم ببرنامج صحتك بالدنيا يلي رح يكون فيه أطباء رح نستضيفهم ورح يكونوا هن ضيوف البرنامج، ورح نستضيف الأخصاصات جميعا ونسلط الضوء على المشاكل الصحية لكم. ضيفنا بهالحلقة بأولى حلقات هالبرنامج، برنامج صحتك بالدنيا يلي هو برنامج أسبوعي يبث عبر إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5، أيضا عبر البث المباشر عبر صفحة بوير عربي صفحة الإذاعة. ضيفنا هو الدكتور صوبار عيسى، أخصائي أو اختصاصي بجراحة الأطفال والرضع وحديثي الولادة. نحن وأنتو رح نرحب بالدكتور صوبار. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلين فيك أستاذ عماد، أهلين فيك وبالشباب بالكاست. يسعد مساكم مرة تانية مستمعينا. طبعا رح نسلط الضوء اليوم على موضوع مهم كتير، هو فيكم تتواصلوا معنا اللي عنده سؤال 429 هو رقمنا الأرضي، والواتساب 093 82 80 81 4، أو عبر رسالة عبر البث المباشر. فيكم إذا عندكم أي سؤال بخص مجال جراحة الأطفال أو جراحة جهاز الهضم، رح يكون هو موضوعنا، محور موضوعنا على هذا المحور. رح نحكي يلي عنده أي سؤال فيكم تتواصلوا معنا، ورح نفوت دغري بموضوعنا يلي هو التشوهات أو العيوب في انسداد السبيل الهضمي. يا ترى لو نشرح للعامة الناس شو هو السبيل الهضمي دكتور؟ الجهاز الهضمي أو السبيل الهضمي أو الأنبوب الهضمي هو الأنبوب يعني ممتد من الفم أو من البلعوم وصولا إلى فوهة الشرج. نعم. تمام. طبعا مجموعة من الأعضاء اللي هو الجهاز التغذوي للإنسان. طبعا تمام. اللي يمر فيه الطعام ينهضم. نعم. الغذاء ويستفيد منه الإنسان بطرق معينة. تمام. فالجهاز يشمل المري، المعدة، الاثني عشر أو العفج، الأمعاء الدقيقة اللي هي عبارة عن قسمين، القسم الأول الصائم اللفائفي، وعندنا الكولونات اللي هي عبارة أيضا عن أقسام الأعور اللي فيه الزايدة طبعا فيه الكولون الصاعد، المعترض، الكولون النازل، الكولون السيني، وآخرته المستودع أو المستقيم الذي ينتهي أخيرا بفوهة الشرج. تمام. هذا هو عبارة عن الجهاز الهضمي. طبعا هذا الجهاز هو عرضة لتشوهات خلقية ممكن تسبب له طبعا جراحيا، أو موضوع حلقتنا أنه تسبب له انسدادات. نعم. تمام. فتشوهات خلقية، وفي تشوه أو في آفات أو أمراض مكتسبة في المراحل العمرية أو الطفولة الباكرة أو الطفولة المتأخرة. تمام. طبعا التشوهات الخلقية تحدث عند حديث الولادة، يعني تشوه خلقي يعني كونجينيتال، أو يعني الطفل بيولد مع هذا التشوه. تمام. هلا نفوت أو ناخذ لمحة سريعة عن التشوهات اللي ممكن تصيب الجهاز الهضمي عند حديث الولادة، التشوهات الخلقية. نمر عليهم بسرعة. ناخذ أفكار عنهم. نبلش بالمري. والتشوه الأساسي اللي بصير مري هو ضمور المري أو رتق المري بنسميه، اللي بيكون المري هو عبارة عن أنبوب عضلي من البلعوم إلى المعدة. تمام. رتق المري أو ضمور المري يعني هالأنبوب مو متمادي، يعني منقسم مسدود. تمام. إيه. هذا من التشوهات الخلقية الشائعة. طبعا هذا التشوه ممكن يشخص خلال الحياة الرحمية. نعم. طبعا من قبل طبيب النسائية أو طبيب الأشعة، طبعا بالحمل المراقب. أكيد. الحمل المراقب بالأمواج فوق الصوتية أو بالإيكو. أكيد. تمام. أبرز الشغلات ممكن نشوفها بالإيكو، أنه يشوفها الأخصائي الأمراض النساء، الاستسقاء الأمنيوسي، يعني الطفل هو موجود ضمن كيس أمينيوسي وفي سائل أمينيوسي حواليه. نعم. الاستسقاء يعني السائل بيزيد لأنه الطفل بيبلع المي السائل الأمينيوسي بيدخل للسبيل الهضمي، وطبعا عبر المشيمة بينطرح مع بول الأم. تمام. ففي حال وجود الانسداد هالسائل الأمينيوسي ما عم ينزل على السبيل الهضمي، وبالتالي بيتراكم فبصير شيء اسمه استسقاء أمينيوسي. طبعا هذا بيحدث بالانسدادات القريبة، لأنه الطفل ما السائل ما بيلحق ينزل لتحت. أكيد. تمام. فبالإيكو بيبين معه أنه خيوه الطفل في عنده استسقاء أو زيادة بالسائل الأمينيوسي. تمام. هاي أول شغلة. رتق المري يسوي خداجة بنسبة كبيرة، أنه الطفل خداجة، أنه الطفل يولد قبل وقته، قبل الأسبوع 37 الحملي بيولد خداجة بسبب هذا التشوه. تمام. هلا الطفل اجى على الحياة
تمام، ما تشخص بالمراقبة أو طبيب الأشعة أو النسائية، حامل غير مراقب أو بريف أو منطقة إلى آخره من ظروف اجتماعية معينة. نعم. تمام. شو هي الأعراض اللي ممكن يتعرض لها حديث الولادة توجهنا لها المرض؟ طبعا الأعراض بشكل سريع مشان لحق الأجزاء الثانية. تمام. اللعاب، يعني نحن اللعاب بنبلعه بينزل لتحت. تمام. الطفل بينزل لعاب، المري مسدود فراح يرجع برجوع، فبصير فرد العاب او روال. تمام. تمام. طبعا هذا فرد العاب الطفل ما بيعرف عفوا يكبه، فبده يتشردق فيه، بسوي له الشردقه، الشده التنفسيه. تمام. زائد انه ذات رئه استنشاقيه، لانه المري النسبه الكبيره بهالتشوه حوالي 90% بيكون المري القسم العلوي منه مسدود والقسم السفلي مفتوح على القصبات تماما. يعني هذا ضمور معي يعني. هذا هو. فمفرزات المعدة الحامضية عبر هذا الجزء بيدخل على القصبات وبسبب ذات رئة كيميائية بهالحمض. تماما. هذا بالنسبة لنا. طبعا في دكتور بمرحلة الجنين، هذا اللي بيكون مرحلة حديث الولادة، حديثي الولادة بعد ما نولد يعني. بهالتشوه فتبلش الأعراض نوعا ما بعنف، يعني طفل خديج يعني. نعم. طفل ولدان. طبعا هل المرض على السريع بموضوع انذاره يعتبر من الامراض السيئه، من الامراض السيئه الانذار. صح. تمام. لانه دائما بترافق بتشوهات اخرى. فدائما طفل شخص عنده رتق مري بدي استقصي الجهاز البولي، بدي استقصي القلب، بدي استقصي الاطراف، بيستقصي الجهاز العصبي، يكل البطن، نقاط كثير، يكل القلب، يعني مواضيع متشعبة شوي، إشارات استفهام كثيرة معناته. يعني كل مرض بده ساعات طويلة. تمام. طبعا تشوه تاني ممكن يصير وممكن تتأخر أعراضه شوي، هو تضيق المري الخلقي. يكون المري متضيق بسبب غشاء. تمام. أو بسبب بقايا غضروفية أثناء التشكل الجنيني. تمام. لأنه يعني هاي علم أجنة خاص عفوا. تماما. خلال التشكل الجنيني بجوز تضل غضاريف، لأنه المري والسبيل الهضمي التنفسي بيكونوا واحد وبينقسموا. تمام. فبجوز يضل بقايا غضروفية بسبب تضيق مري. هذا ممكن يتشخص بأعمار أكبر، إذا مثلا بلشت الغذاء الصلب للطفل. تمام. فبلش إنه عسرة بلع وإنه المري فيه تضيق. تمام. طبعا الحالتين رتق المري علاجه جراحي حسنا. تضيق المري الخلقي حسب النوع والسبب. طبعا ممكن في إجراءات توسيع بتنظير الهضمي بالبالون، أو يمكن إذا ما مشي الحال من التدخل الجراحي بتجاوز المنطقة المتضيقة. تمام. هلا إذا نزلنا على المعدة، تشوه خلقي الأشعة بالمعدة عندنا ممكن على مستوى المعدة هو انسداد البواب أو رتق البواب هو مخرج المعدة، ممكن يكون في غشاء سادد لهذا. تمام. هذا طبعا الأمراض الخلقية والأشعة. نعم. طبعا بننزل للعفج أو الاثني عشر، هو التشوه الشائع نوعا ما بين تشوهات السبيل الهضمي هو ضمور العفج. يعني العفج أيضا بيكون خاصة العفج مكون من 4 أقسام. تمام. فممكن يكون في انسداد أو ضمور في قسم منهم. طبعا مثل مبدأ المري إنه اللمعة تبعيته مو متمادية، في انغلاق لهذه اللمعة. أيوة. طبعا السبب النظرية الأكثر يعني قبولا هو السبيل الهضمي بيكون بالعادة بيتسكر وبعدين بتصير عملية اسمها إعادة تقني، إنه بيرجع بيفتح. تماما. فشل بإعادة تقني بمرحلة من المراحل ما بيتقنى، فبصير انسداد. أو ممكن العفج يصير انسداد بسبب تشوه بالبنكرياس. أيضا يصير في شيء اسمه البنكرياس الحلقية، الآن البنكرياس اللي ممكن تضغط على القطعة الثانية من العفج وتسبب ضمور أو تضيق. تمام. ممكن أيضا يسبب رتق عفج أو تضيق العفج. مرض ثاني تشوه خلقي ثاني هو سوء الدوران بسبب أربطة نسميها أربطة لاد، ممكن تضغط أيضا على العفج وتسبب له ضمور أو تضيق. تمام. الأمعاء الدقيقة الصامة واللفائف في دائما نفس المبدأ الرتوق. طبعا رتوق ضمن في رتوق لطيفة. إذا شرحنا للمستمعين لعامة الناس إنه شو هو الرتوق يعني دكتور؟ الرتق مثل ما قلنا بالما يعني الرتق فينا نقول إنه انسداد أو ضمور. تمام. إنه هالأنبوب مو متمادي يعني مسكر. تمام. طبعا له درجات، ممكن يكون مسكر بمجرد غشاء
يكون سكروا. هاي مثلا نمط نسميه طبعا له انماط. نمط اول تمام ممكن يكون اللمعه كلها مفصوله يعني في فجوه بيناتهم خلاص هاي مسكر اي خلاص انه القريب خلاص البعيد معزول عن معزول البعيد تمام وممكن يكون في كذا رتق تمام ممكن يكون مثلا هلا بنقول اذا شفنا رتق عفج فنادرا ما نشوف رتوق ثانيه اخرى نعم ايه بينما اذا شفنا رتق على مستوى الامعاء الدقيقه ممكن يكون في رتق عفج فخلال العمل الجراحي لازم يستقصى هي شغلات جراحيه نوعا ما شوي تخصصيه نعم. الكولونات ممكن ايضا نشوف رتوق بنسبه اقل طبعا اشعه بالعفج طبعا مثل ما ذكرنا بالمري بالعفج طبعا بالعفج كمان العفج هو العروي او الاثني عشر اللي تجي بعد المعده فورا تمام هذا بترافق بشده او بنسبه عاليه توصل 30% مع مرض المنقوليه اغلبيه المنقولين المنقولين ممكن متلازمه الداون ممكن يصير معها هالمرض طبعا استسقاء امنيوسي كمان شائع فيه عكس مثلا يكون عندنا رتق بالكولون لان الكولون بعيد صار فاستسقاء امنيوسي خلال الحياه الجنينيه قليل الاستسقاء بالعاده بتصير بالانسدادات القريبه باعتبار السالموس ما بيلاحق ينزل على الامعاء باعتبار عفوا دكتور وصلنا لنقطه مهمه هي ربما يستفيدوا منها اطباء النسائيه ما راح نرجع لموضوعنا اللي هو ذكرت من شوي انه في حال كان في نقص بالسائل الأمينوسي زيادة فهذا مؤشر لطبيب النسائية أنه بحاجة لاستشارة جراحة أطفال أو بدي أسوي له إيكو مثلا إيكو بطن بشكل متطور أكثر لحتى شوف في عيب إذا في شيء بالضبط وصارت معنا طبعا طبيب نسائية استشار طبيب الأشعة تمام وتشخصت الحالة جميل جدا. طفلة ولدت بخداجي ومشخص الحالة خلال الحالة الجنينية وثاني يوم فوتنا على العمليات وهي هلا عند أهلها كان عندها ضمور عفج نتائج رائعة الحمد لله بمنطقتنا وبكوادر وكفاءات محلية يعني حقيقة هي يعني محل احترام وتقدير هالكفاءات أكيد. رح نرجع نكمل موضوعنا على مستوى كوننا الرتوق أو الضمورات أو الانسدادات اللي نسميه هي نادرة. طبعا شفنا حالة صار لي شيء حوالي 4 سنين مرقت حالة واحدة فقط بالقامشلي تمام رتق كان على مستوى الكولون المعترض المعترض الكولون المعترض تمام حالات نادرة. طبعا آخر شيء ممكن يصير عندنا رتق على مستوى المستقيم والتشوه كمان الشائع هو رتق الشرج أو عدم انسقاب الشرج فوات الشرج تكون مسكرة تمام هاي كمان حالة إنه ينتبهوا عليها أطباء الأطفال. طبعا بالعادة أطباء الأطفال بينتبهوا عليها بنشوف الأرياف الولادات الطبيعية اللي ممكن تصير بالأرياف إنه القابلات أو هيك أو الأهل تمام إنه الطفل لازم يستقصى من فوق لتحت أكيد بالضبط ولازم واحد يشوف إنه في فوات شرج ما في فوات شرج هالطفل خلال أول يوم من حياته أخرج المادة الموجودة اللي هي العقي الكونيوم العقي هو لازم 95% من الأطفال خلال أول يوم يطالعوها أكيد وباليوم الثاني 98 ل 100% المفروض يكون بلش يطرحها إذا ما خرج أو ما طالع ما تغوط أو عقاها يعني اسمها عقي لسه ما صارت براس تمام فلازم نشك إنه في مشكلة في انسداد في رتوق أو في مرض بالتسلسل يعني أو في مرض صار شائع عنا للأسف اسمه داء هيرشبرانك. طبعا اسمه شوي غريب شوي ما سمعني فيه. هارولد هيرشبرانك هو طبيب أطفال دنماركي وشخص المرض اللي هيك سموه باسمه يعني هو أول واحد حط التعريف هالمرض تمام اللي هو تعريف هالمرض هو هلا الأنبوب الهضمي اللي عم نحكي عنه تمام أكيد ما عم يتحرك لحاله في جملة عصبية خلايا القنزة العصبية تهاجر وتنتشر على هذا الأنبوب بشكل رأسي ذيلي يعني بدءا من أول نقطة لآخر نقطة طبعا ما في إنه ولد أول شيء بالمري بعدين بيروح على العفج بعدين بيرجع على المعدة بتسلسل قربانية وفيها تسلسل بنسميها هجرة. فتعريفه هو توقف في هجرة خلايا القنزة العصبية في نهاية الكولون بالعادة نسبة كبيرة يعني 85%
في بالقسم الأخير من الكولون، يعني اسمه الكولون هو المستقيم أو الكولون السيني. تتوقف الهجرة، الهجرة إنها هي من فوق لتحت تماما. فمثلا عم يفرش بالأعصاب بس وقفت الهجرة، كل شيء ضل تحت، ضل بلا خلايا عقدية عصبية، بلا خلايا يعني بلا حركية تمام. بلا حركية، ما في دفع للفضلات، فبالتالي الطفل كمان هذا تشوه خلقي طبعا فينا نحكي عنه على السريع تماما، باعتباره صار شوي ربما يعود هذا للأمراض العصبية هذا دكتور، ولا كمان يصنف ضمن التشوهات الأنبوب الهضمي أكيد. وهو بالتعريف انه توقف هجرة الخلايا او خلايا القنزعة العصبية بنهاية الكولون. طبعا هالخلايا بتتحول لخلايا عقدية عصبية هي المسؤولة عن حركية الكولون تمام. طبعا اغلب الحالات 85% من الحالات بتكون قطعة قصيرة، يعني مثلا تصيب المستقيم قسم من الكولون السيني نعم. تمام. في النهايات يعني نهايات سبيل الهضم نسبة 10% ممكن تصيب أجزاء أطول توصل للكولون، تصيب الكولون النازل أجزاء أخرى من الكولون. 8 ممكن شيء 5% تصيب الكولون كامل، نسميه توتال كولونيك أغانجليونوسيس، يعني عدم تعصيب كامل الكولون. حالات نادرة جدا 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 ممكن تصيب كامل السبيل الهضمي. ما في طبعا حالات غير متوافقة، ما في سيالة عصبية، حالات غير متوافقة مع الحياة، لأنه الطفل ما في حركية نهائيا. بنسميها داء هيرشبرونج. أعراضه على السريع اعتبار هالمرض بصراحة، يعني صارنا فترة وجودنا بالقامشلي اشتغلنا يعني فوق 20 حالة. هو مرض هذا يعني نسبته 1 بال5000 ولادة حية. يعني من كل 5000 طفل حي يولد في طفل راح ينصاب، فهي نسبة قليلة جدا. بس مع هيك منطقتنا يعني خلال فتنا هون فوق 20 حالة. الحالات اللي وصلت لعندي طبعا في حالات ممكن ما توصل لعندي طبعا كان يعني اشتغلنا فوق 20 عمل جراحي لهذا المرض تمام. طبعا الحمد لله احنا بنشتغل باحدث طريقه متوفره بالعالم. ايوه هي على الطريقه وحيده المرحله. أيوة. هالمرض اول اكتشافه كان ينحل القصه بس انه بفتح كولوستومي. طبعا اول شيء كان الاطفال اللي يتوفوا اكيد. بعدين صارت نحل انه يفتحوا فتحه نعم. بسموها شرج مخالف للطبيعه اكيد الكولوستومي او طالع الكولون برا ثبته على جدار البطن، الطفل بيخرج منه تمام. طبعا العمليات تطورت في كتير اسماء، سوانسون، ريفاين، طرق اخرى السوافي تنسب للاطباء يعني حسب هذا. اخر طريقه اللي اتفقوا عليها هي الطريقه الحديثه انه تشتغل عمل جراحي عبر الشرج. فالطفل بيعمل عمل جراحي ضخم يستأصل أجزاء من المستقيم الكولون السيني عبر الشرج. يعني الطفل بعد العمل الجراحي ما في جرح، لأنه نحن بنفتح فوات الشرج ونشتغل بقلبه وبنجر الكولون تمام. صعب عليكم ولكن عملية معقدة بس الحمد لله عم تجرى هون بنتائج في مرجوة يعني دكتور ممتازة غير متوقع. كم حالة فينا نذكر انه لحتى المشاهدين والمتابعين؟ والله فوق يعني ما عدتهم بس فوق 20 حالة اكيد يعني. رائع جدا. والحالات هاي كانوا كلهم اهالي المنطقة، يعني حالات كانت من المنطقة. في حالة من منبج جد، وفي حالتين 3 من كوباني. نعم. وبالمرسليكاني في ممكن حالتين تماما. غالبا بالأرياف. بالقامش المدينة ممكن 2 3 تماما. وهل النتائج كانت مرجوة وبكفاءات محلية؟ الحمد لله. وبهالطريقة هاي بالطريقة الحديثة جدا رائع. طيب دكتور، وصلنا فكرة عامة طبعا مثل ما ذكر الدكتور انه موضوعنا هو موضوع معقد نوعا ما او واسع كتير، يعني بحاجة لكل سبيل او كل قسم لمحاضرة أو لحلقة كاملة. نحن بس حابين هيك نسلط الضوء لبعض المواضيع الهامة والشائعة. لو رجعنا أو حدا من المستمعين عم يسأل طيب يا دكتور شو هو السبب لحدوث هيك حالات، لحدوث هيك عيوب أو تشوهات، خلينا نقول بالعامية، يعني فينا نقول شو هي الأسباب؟ التشوهات الخلقية أسباب، يعني هي في أسباب مورثية، أمراض فيها أسباب مورثية. ما في أمراض هلا على السرعة ما ذكرناها تصيب الهضمي، هي مثلا سوء الدوران، أو في مرض تاني اسمه انسداد الأمعاء بالعقي. كيف هاي دكتور؟ هذا الانسداد الأمعاء بالعقي يعني العقي بيكون ناشف ويعني تصير كتل برازية يعني. بالضبط تماما. عقي محشور بسبب انسداد. طبعا هذا المرض خطورته الجراحية مو كتيرة، يعني في إصلاح جراحي. نعم. بس إذا فتحنا البطن أو شخص
انسداد امعاء بالعقل 90% من الحالات يكون معهم مرض جهازي كبير اللي هو الداء الليفي الكيسي. ايه طبعا هذا مرض مورثي مقهور، سببه وراثي. هذا عم نحكي عن الاسباب. نعم. تمام. وانذاره سيء لانه الطفل دائما يعني العقب بطنه ناشف. هذا بيتميز انه في عنده تشوه جيني على صبغ معين. ايوه. مفرزات جسمه كلها بتكون هيك تماما قليلة الماء. تمام. فمثلا دائما يعاني من اضطرابات تنفسيه ايضا مترافقه. لانه دائما المفرزات موسى يعني دائما ناشفه يعني اللعاب تبعه ناشف. فدائما التهابات تنفسيه، التهابات البنكرياس، مفرزات البنكرياس ناشفه. تمام. هذا بنقول له داء ليفي كيسي. هدول يعني عالميا اكثر واحد عاش ممكن 25 سنه عالميا يعني. هدول عمرهم قصير. فهي مشكلتنا هاي انه بنعمل جراحه الامور تمشي، بس للاسف الطفل بضل مرضان بالمرض الثاني يعني. للأسف. طبعا خلينا كمان نرجع للأسباب. هلأ ذكرنا أنه أحد الأسباب واللي برأس القائمة هي الوراثية. طيب والأخرى إذا قلنا مثلا هل من المحتمل أنه الوالدة أو الوالد أو الزوجين يكونوا أقارب؟ لها سبب الزوجة أو المرأة أو الأم الحامل تعرضت لأشعة، تعرضت تناولت أدوية معينة خلال فترة الحمل أو أي شيء؟ الحقيقة كل هالأسباب اللي أنت ذكرتها هي ترفع النسب. ممكن ما تكون هي سبب مباشر. أيوة. بس الأدوية خلال الحمل، التدخين زواج الأقارب، التدخين، كل هالشغلات الأدوية حكينا عنها، كل هدول زواج الأقارب، كل هدول ممكن يكونوا أو يزيدوا نسبة التشوه. تمام. هلا ممكن ما يكون ولا واحد موجود هون يصير التشوه. صح. تمام. بس اللي موجودين عند اللي عم يتعرضوا مثلا الأم مو مراقبة حملها، عم تاخذ أدوية أو عم تدخن أو في زواج أقارب. طبعا دائما بنسأل زواج أقارب بيرفع نسبة كتير بصراحة للأسف. يعني دائما بنسأل بيطلع يعني في صلة قربة والمو يعني كتير بيطلع بنسأله للأسف. هاي طيب دكتور، مثل ما هلا ذكرتوا ضمن سياق حديثنا أنه رح أذكر المستمعين ببرنامجنا هلا أنتوا عم تتابعوا بير اف ام على الموجة 103.5 مستمعينا ومتابعينا، أيضا عبر البث المباشر عبر صفحتنا بوير عربي عم تشاهدونا، وفيكم تسألوا أي سؤال بيخص موضوعنا اللي هو دكتور سوبار عيسى موجود بالبرنامج، اختصاصي بجراحة الأطفال والرضع وحديثي الولادة. موضوعنا اللي بيخص هو انسدادات السبيل الهضمي. اللي حدا عنده سؤال فينه يطرح سؤاله عبر الواتساب 093 82 80 81 4 أو عبر البث المباشر عبر كومنت عبر صفحتنا بوير عربي أو عبر الاتصال على الرقم الأرضي 429 101. رح نقرأ كم رسالة دكتور لشوف إذا في حدا عنده سؤال. هلا كلهم هدول سلامات من إيبوجان وأيضا من شفان معه أيضا كمان، ورقم آخر كمان من برات البلد من ألمانيا. نشوف أغلبيتهم تحيات وسلامات أيضا. رح نذكركم باسم الدكتور سوبار عيسى، اختصاصي بجراحة الأطفال والرضع وحديثي الولادة. طبعا موضوعنا مثل ما ذكرنا من شوي. رح شوف كم رسالة. إذا في حدا عنده سؤال فيكم تسألوا على البث المباشر مشان نقرأ. هلأ جيهان خليل عم تسأل، ولكن المشكلة أنت كبيرة بالعمر جيهان. الدكتور هو اختصاصي جراحة أطفال، عم تقول إنه أنا معي حرقة معدة وارتجاع مري ما فيني أكل وأشرب. طبعا هاي المشكلة ربما ترجعي تشوفي دكتور هضمية إن شاء الله معافاة يا رب. زوزان أحمد عم تشكر الدكتور سوبار على المعلومات. خوشيار عيسى، كلكم أهلا وسهلا فيكم جميعا. لنشوف إذا حدا في سأل على البث المباشر مشان ما حدا يطلع مو رضيان. أكيد هو برنامجنا هدفنا خدمة المستمعين وخدمة المواطنين اللي عم يسمعونا وجمهورنا اللي عم يتابعنا. طبعا سلامنا لكل مين. الزواج الأقارب وعدم تناول الأغذية تكون شكرا لك أخت، هي كمان عم تذكر نفس الأسباب. رح نوقف هون. طبعا في أياد بلال كمان في تحية للدكتور سوبار، سلامنا لك أيضا. رح نرجع دكتور هلا التدابير أكيد في سلامات كتير لك أكيد بعد ما نشوف الحلقة راح تشوف الرسائل كلها. ذكرنا الأسباب وذكرنا الأمراض الشائعة.
ربما الوقت عم يداهمنا، ما بعرف إذا رح يكفينا الوقت، ولكن رح ناخذ وقت من وقتكم أيضا أكيد. طرق العلاج دكتور، هلا ذكرتوا أنه في أمور عم تتعالج بالعمليات الجراحية، يا ترى في بعض الأمراض ما بيستدعي لا حتى أنه بحاجة يكون لتداخل جراحي، أو هي متوفرة عنا هالطرق أو بطرق حديثة مثل ما ذكرتوا من شوي؟ لو تجاوبنا الطرق والتدابير والإجراءات. هلا حسب التشوه بيكون العلاج. طبعا غالبية التشوهات اللي حكينا عنها الخلقية صراحة العلاج هو جراحي. نعم. تمام. بس في جراحات إسعافية ملحة فورا بدك تعمل العملية بأسرع وقت ممكن. تمام. حتى لو عمر الطفل كذا ساعة يعني. وفي حالات ممكن مثل ده هيرشبرج حكينا عنه ما بنشتغله بالأعمار الصغيرة، ممكن نحطه على رحضات شرجية. نحطه على رحضات. إذا بدنا نشتغله بمرحلة واحدة بدنا نحطه على رحضات، لأنه لا يكبر بصير عمره مثلا 3-4 شهور 5 شهور ما رح يحسن يخرج لحاله. تمام. فبحاجة لحقن. ما رح نحسن نعيفه 5 شهور يستنى تنتفخ بطنه. تمام. وفي حالات الغالبية بصراحة يعني مثلا رتق المري حالة جراحية إسعافية بامتياز. لأنه الطفل المري عنده يعني ما في يتغذى. تمام. زاد تعرض لزاد الطريقة الكيميائية لنا بالمواد الحامضة حموضة المعدة، لأنه غالبية الحالات بتكون بالنمط الثاني اللي هو فيه ناسور هضمي تنفسي. تمام. فهذا بيسبب التهابات تنفسية، الطفل بيموت من تنفسي زائد انه ما في يتغذى. تمام. اكيد. هاي اول. طبعا في حالات طبعا مثلا ضمور المري ما يعني تكون مثلا المري بعيد عن بعضه ما فيك تخيطه، تكون مسافة بعيدة بنقول له. نعم. طويل الفجوة. أيضا في مسافة طويلة أكثر من فقرتين ما بيتقاربوا. فهاي إسعافيا ممكن تعمله تفميم معدة. زائد تسكر الناسور إذا ما سكرته المواد بدها ترجع الرئتين والطفل راح يتوفى يعني. ما يعني راح يصير ذات رئة ووفاة طبعا. بهالحالة تسكير الناسور وتفميم المعدة مشان نغذيه عبر المعدة. تفهم المعدة يعني ندخل قسطرة بالمعدة ونتفش الحليب فيها الطفل يعيش. تمام. وفي التشوهات العفج نقسمها لقسمين: الرتق أو الانسداد الكامل كمان حالة جراحية إسعافية، ولازم بأسرع وقت أكيد تصير، لأنه القسم القريب دائما قبل الانسداد بتتجمع فيه السوائل فبيكبر، ومع كبر حجمه ممكن يفقد وظيفته. تمام. ممكن طبعا يسبب إقياءات. هالإقياءات ممكن تسوي شرطقة والطفل ممكن يستنشق ويتوفى بسبب تمام ميكانيكي يعني. بالضبط. التضيقات ممكن تتأخر يعني اشتغلها من فترة الطفل عمره 27 يوم هيك شيء. تضيق طفل ما كان عم يعطي أعراض أول شيء، بعدين بلشت الأعراض تطلع شوي. تمام. كان في تضيق على مستوى القطعة الثانية من العفج. تمام. طبعا كمان أموره تحسنت الحمد لله. فهاي حالات طبعا هي كمان حالة جراحية بس ممكن ما تشخص بكير يعني. نعم. الأعراض مثلا بالتشوهات على مستوى العفج أو الأمعاء الدقيقة ممكن ما حكينا عن المري كتير أكيد. وعطشنا شوية وقت. تمام. هي أهم عرض هي الأقياءات الصفراوية، لأنه غالبا الانسداد تجي بعد ما صب الصفراء على العفج. طبعا الصفراء تبع الكبد المرارة تصب على القطعة الثانية من العفج. دائما الانسداد العادي تجي بعدها. طبعا نسبة 15% بتجي قبلها، بس النسبة الأكبر هي 85% بتجي بعدها. تمام. فالمواد الصفراوية بتنزل بالمنطقة قبل، فهاي المواد ما فيها تنزل لتحت لأنه مسكر. فترجع للمعدة ومنها بصير إقياءات. تمام. نسميها إقياءات صفراوية. يعني أحيانا نقول للمريض إقياء صفراوي. يعرفوا هذا هو الإقياء الصفراوي، إنه مفرزات الكبد العصارة الصفراوية مسكر الطريق قدامه، فبترجع برجوع نحكي مصطلحات عامية شوي. أكيد. ترجع مشان تكون سهل الفهم على المستمع يعني. طبعا. تمام. فهاي نسميها الإقياءات الصفراوية. تمام. تماما. تداخلات جراحية برتوق الأمعاء، برتوق الكولونات، ممكن نسوي كولوستومي بمرحلة أولى، لأنه دائما القسم البعيد بيكون بنسميه ميكرو، لأنه بيكون لمعته ضيقة أو صغيرة كتير. تماماً. لأنه خلال الحياة الجنينية ما عم يصلوا شيء، سكر بيضل مثل ما هو، بيضل مو وظيفي فبيضل صغير عكس القسم القريب. يعني. نعم. ضامر تقريبا. القسم القريب يكون متوسع لأنه بيضل يجمع سوائل. أول شيء عفوا
اول شيء يجمع السائل الامنيوسي، يجمع فيه يتوسع. وبعد بعد الحياه بيصير يجمع المفرزات. في عالم ما بتعرف ترضع جمع حليب مثلا، ايضا عفوا الغاز ممكن يفوت على بطن. هاي من الطرق التشخيصيه تماما، انه الغاز بلش الانسان يتنفس. فطبعا بالحياه الجنينيه البطن يكون صامته، ما في جوا بطن الام او جوا الرحم ما في هواء، تمام. بس يولد بلش يشنسق الهواء وبيصير السبيل الهضمي يتهوى، تمام. طبعا خلال الهواء بوصل، طبعا هاي كمان معلومه مشان الصوره البسيطه بعد العمل الجراحي مشان نعرف وما يصير خربطه يعني. الغاز بيوصل للأمعاء الدقيقة خلال نص ساعة. أيوة. يوصل الكولونات خلال تقريبا 5 ل 6 ساعات. وبيوصل للأخير للمستقيم للناحية الشمالية حوالي 8 ساعات تقريبا بيكون وصل. مشان ما نعمل صورة سريعة يعني، ممكن فورا تصور الطفل بيكون لسه ما نزل شيء يعني تماماً. فما بيتقيم معك، فمشان واحد ياخد وقته يعني. هاي معلومة هاي كمان للطبيب الأطفال حتى راح يستفيدوا منها أطباء الأطفال أيضا. بالضبط، فورا صورته ممكن ما تستفيد منها. عرضت الطفل لجرعة أشعة وما استفدتوا شيء. دكتور، سؤال آخر أيضا، طبعا في كتير تحيات لكم وفي كتير عم يمدحوا أكيد. رح نجاوب على سؤالك أيضا أخي الكريم. طبعا ما نذاكر اسمه، 491 رقمه. كتير أحيان هلا المستمعين عم يسأل إنه دكتور كيف عم تعملوا عمليات لهيك عمر صغير، يا ترى بيتحمل التخدير؟ هاي عامة الناس بيحكوا. عنا كفاءات، عنا اختصاصات، وعنا خبرات جيدة موجودة، وفي نتائج أيضا. فالدكتور راح يجاوب على هالسؤال، إنه الطفل بعمر صغير بتخدروا لا بيتحمل العملية هاي؟ ما في أي مشكلة بالتخدير. طبعا أكيد في خطورات إذا في تشوهات للطفل. بس طفل ولدان بتشوه معقد بحاجة إلى جراحة إسعافية، تمام. ما في شيء بلا خطورة يعني. ممكن إنسان الكبير يتخدر يتعرض طبعا. بس إنه ما يعني طالما في أخصائي تخدير وفي أطباء وفي أطباء أطفال، فمثله مثل أي مريض بيتعامل مع عمل جراحي. يجوز يكون خطورة حبتين زيادة أكثر. بس إذا تركته يعني لا سمح الله بيتوفى يعني. ما في شيء تشوه إيه يعني. أنت مضطر يعني تعمل له عملية. أكيد. طبعا نحن عم نحكي عن تشوهات، ما ممكن ما يسعفنا وقت نحكي عن تشوهات أو الأمراض أو الجراحية المكتسبة اللي ممكن تسكر السبيل الهضمي، تمام. فبمرحلة حديث الولادة يعني في تشوه خلقي بحاجة لعمل جراحي، فبدك تعمله. في طبعا أصغر طفل عملناه بالقامشي كان عمره 12 ساعة. 12 ساعة. كان تشوه مو حكينا عنه، كان في عنده فتق حجاب يعني. عملنا كذا حالة يعني فتق حجاب، إنه في تشوه بالحجاب الحاجز. فالأمعاء كل شيء جوا البطن باعتبار مفتوح، بيضغط على طالع لفوق، طالع على الصدر يعني. تمام. تشوه فتق بوغداليك أو فتق حجابي خلقي أو فتق بوغداليك، تمام. اشتغلنا بعمر كتير صغير، لأنه هذا ما فينا نخليه أبدا. لأنه الرئة اليسار مثلا هو 90% على اليسار يعني. الرئة مخموصة رايحة، وبنفس الوقت الصدر الأيسر معبأ معه وعم يضغط على الصدر الأيمن وعم يضغط على القلب، فمروح رئة وعم يدفش الثانية. تداخل إسعافي إذن. الطفل تركته ما رح يمشي الحال يعني. أكيد. سؤال آخر من أحد المستمعين، إنه الدكتور دائما ابني معه إمساك، شو الحل؟ لازم نعرف عمره تماما. يا ريت للي عم يسألوا دائما يشرحوا لنا الحالة، إنه عمر الطفل، طبعا عمر المريض رح نذكر حالة المريض بشكل موسع لحتى الدكتور يجاوب أو أنتم تستفيدوا. هنا الإمساك مترافق بانتفاخ بطن، مترافق بقياءات، مترافق بفشل نمو. نعم. طبعا حكينا عن مرض هيرشبرونغ مثلا، ممكن يتظاهر بمرحلة حديث ولادة. الغالبية العظمى أكيد. طفل قسم من الأمعاء من تحت ما في أعصاب، بيصير عنده أهم عرض هو تأخر إفراغ العقي، ما بيدعقه لأنه ما بيمر. هذا أشياء عرض 98%. بيصير عنده قياس صفراوي لأنه بطن مسكرة. تمام. فبيتعبى وساخ الصفراء، بدل ما تنزل بنزول ما في، ترجع الطفل براجع صفراوي. في حالات خاصة إذا قطعة قصيرة كتير المصابة ممكن أهل ما يحسوا فيها. أكيد. تمام. ممكن بالمشفى يحرضوا لهم ميزان حرارة بتحميله شغله، الطفل يخرج يشيل الولد ياخدوه على البيت، وبعدين أهل بيصيروا بدبروا حالهم بتحميله بملين بنكاشة بزيت زيتون إلى آخره. هالحركات ممكن الطفل يكبر. وجونا حالات يعني. تماما. جونا حالات ممكن بعمر سنين بطن هيك كبراني، بس الأهل خايفين أو من أرياف بعيدة. تماما. فلازم نعرف
الموضوع الكامل يعني. طبعا هو المرض الامريكاني هو مرض مشائع يعني، ان شاء الله الطفل بجوز يكون عنده امساك وظيفي تغذوي من نوعيه الحليب، من نوعيه يعني الطعام، من هاي اللي هو هذا اشع بكثير طبعا. بالضبط. للي حابب يحكي معنا او حدا عنده اي سؤال 429 طبعا هي الدقائق الاخيره من برنامجنا، او معنا هاتف عبر الاتصال الارضي 429 101. الو مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. شلون يا اهلا وسهلا. حكيم، بالنسبه للوراثه تاثر على الطفل؟ الدكتور عم تسمع؟ الوراثه الوراثه يعني يجي الولد مشوه يعني قصدك؟ يعني ايه؟ نعم يا اخي الوراثه بتاثر يعني. نعم. الوراثه لها تاثير كبير بالتشوهات الخلقيه. فطبعا هذا اشياء شيء بيكون عند زواج الاقارب يعني بتزيد هالنسبه. طبعا العوامل الوراثيه لها دور هام، دور كبير اكيد. حكيم الو، عندك سؤال اخر؟ ايه تفضل. انا عم بسمع الحكيم يعني كلامه، انا عم بسمع فعلا من اول من طقطق. السلام عليكم. تفضل. الحكيم قال 49 تمام، وعماد قال تمام التمام 26 مره. بالظاهر عم يلحن الحكيم وعماد عم بيغني. شكرا كثير لكم. بالظاهر عماد عم يفهم بالطب. أنا عم متابع يعني من أول برنامج. أنا عم بكتب شيء، بس لما شفت إنه عم تحكوا حطيت كل تمام، معناتها الولد يطلع تمام التمام. أنت تقول تمام وعماد يقول تمام التمام. شكرا كثير. معناتها عماد يفهم كمان بالطب إن شاء الله. شكرا كثير لكم. شكرا لمداخلتكم. بنتمنى نكون عن حسن ظنكم أكيد. دكتور رح نختم. طبعا في كتير أسئلة ومواضيع كتيرة، وإن شاء الله بالأيام الجاية رح مرة تانية نستضيف الدكتور سوبار عيسى يلي هو أخصائي بجراحة الأطفال والرضع وحديثي الولادة. نتمنى أنه تكونوا استفدتوا من هاللقاء هذا. لمحة أخيرة برأيكم أنه طبعا كان في كتير شغلات سلطوا الضوء وحكيتوا فيها. بعض النصائح للوالدين، للزوج والزوجة يلي عندهم أولاد، وللي طبعا نتمنى ما حدا يطلع معه أي حالة وكلهم يكونوا بخير وسلامة، ولكن من باب التوعية. ونحن برنامجنا هو عبارة كمان من عبر هالمنبر هذا هي حملة توعية للأبوين أيضا. فأي نصائح حابين أنه تقولوها للوالدين؟ طبعا باعتبار موضوعنا كله يعني ما حكينا عن تشوهات أو الأمراض المكتسبة، حكينا بالتشوهات الخلقية. نعم. بالخاصة نوعا ما بالسبيل الهضمي يعني في تشوهات كتيرة أكيد كل قرنة من الجسم. أهم شيء مراقبة الحمل تماما. الحمل غير مراقب مشكلة يعني. طالما صار حمل بدك تعطيه حقه، بدك تراقب الحمل بالأمواج فوق صيت طبعا مع الطبيب النسائي. أكيد. تمام. نعم. مو إنه والله ما إنه تترك المريضة لتصير 9 شهور يلا بدي أقول الحمل لازم يتراقب. تمام. مشان في حالات تتشخص قبل، مشان مثلا فورا طبيب جراحة الأطفال يعرف إنه عنده حالة جراحية، والأهل يعرفوا، ويكون كل شيء جاهز للطفل، حاضنة جاهزة، يولد بمشفى ما يولد مثلا بالبيت. تماما. إلى آخره. تهيأ له ظروف الحياة يعني. أكيد. تماما. زواج الأقارب نحن بمنطقة اجتماعية شوية صعبة، بس زواج الأقارب نصيحة إنه ما تكتروا أولاد يعني. ما تكتروا أولاد حتى إذا كان لأنه في نسبة إصابة أكثر يعني. فكتر ما كتبت أولاد يعني من عم تلحقوا المشكلة يعني. أكيد. بتلاقي حدا بيقول لك إنه والله أنا صار لي 5 أولاد وما يعني، فربما لا سمح الله إنه يكون الولد الثالث يكون مصاب أو هذا. وأهم شيء المشورة الطبية يعني. أكيد. إنه ما تستشيروا جيرانكم يعني، استشيروا الطبيب المختص، سواء طبيب الأطفال أو طبيب جراحة الأطفال. إن شاء الله يا رب. بنهاية اللقاء هذا بتشكر الدكتور سوبار عيسى أخصائي بجراحة الأطفال والرضع وحديثي الولادة لهالمعلومات القيمة. صراحة اليوم في كتير نقاط مهمة ذكرتوها، وهي مهمة جدا لمنطقتنا ولأبناء بلدنا. بنتشكركم إن شاء الله، على أمل لقاء آخر إن شاء الله. وكلمة أخيرة عندكم؟ تسلم. أنا كمان بتشكركم، بتشكر بويار اف ام، بتشكر حضرتك، شكرا كثير الشباب، شكرا، يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لكم. لاقونا على الاسبوع الجاي بنفس التوقيت مع اختصاص اخر. متابعينا دمتم بخير. بتشكر زملائي بالكنترول ارينو بالو وريناسو هيلوز. تضلوا بخير.